الجزائر وسوريا نظامين متشابهين في نفس الطبيعة ونفس الممارسات، ردود فعل تخريبية تشترك في صناعة الجماعات الإرهابية ثم مكافحتها لاكتساب الشرعية. إذ ما يحدث الآن في سوريا يتطابق مع أحداث سنوات التسعينات في الجزائر، فهنا تدرك الجزائر حق الإدراك وقوف دول الخليج العربي مع حق المغرب في صحرائه، كما أنها تقف مع المعارضة السورية. لذا فالنظامين الجزائري والسوري هما وجهان لعملة واحدة. إذ يلاحظ المتابعون السياسيون عبر العالم التأكيد المتكرر في التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وبذلك فإن موقفها من الأزمة السورية والذي لا يعرفه الكثيرين يندرج ضمن توجهها إلى مصالح اقتصادية وتجارية، كما يوضح الخبراء والمحللون حقيقة التوجه الجيوسياسي مع التوجه الإيراني ومحولتها في تشارك هذه المصالح التي تمثلت منذ اندلاع الأزمة السورية في بعثات سرية لمرتزقة من البوليساريو تحت تاطير ضباط جزائريين. حقيقة السياسة وقت بيقولوا بلا أخلاق بلا مبادئ بتشوفوها دائما عند المندوب الصيني، عند المندوب الروسي، وعند مندوب نظام الأسد. لكن للأسف الشديد امبارح في دولة عربية انضمت لهم، الجزائر. طبعا أنا ما بحكي عن الشعب الجزائري نهائيا، إخواننا وأهلنا وشركائنا، إنما مندوب الجزائر أبدى موقف معيب ومخزي ولا يمثل الثورة الجزائرية والشعب الجزائري العظيم. طمعا في أن تكون سوريا البوابة الآسيوية للاستثمار الجزائري، وتسجيلها كصاحبة فضل في مساعدتها للنظام السوري، مثل ولادتها للكيان الوهمي المتمثل في البوليساريو ودعمها له بالغالي والنفيس منذ سبعينيات القرن الماضي، في لباسها المتخفي وراء المساندة والتعاطف الإنساني، في استغلال شرير لشرذمة من المرتزقة وترويضها لجعلها بوابة للوصول إلى المحيط الأطلسي. لكن الخبيث وولاة الشر لا ينتصرون، إذ انكشفت ألاعيب الجنرالات الجزائرية الحاكمة وتكالبها على الإزمات والظرفيات وصراعها وتهافتها للمحاولة أن تبرز بوضوح في أي صورة أو إعلان في إطار الشعبوية العالمية، هو خبث كان ولا زال يبوء بالفشل.